مساء الخير عليكم يا صبايا، مساء الخير عليكم يا شباب. وحشتوني جدا من امبارح. الحلقة عملت ثورة بين الأزواج، ولكن ما ينفعش ان كل بيت ينسب اللي بيحصل ده لنفسه، لأن في بيوت محترمة كتير وبيوت فيها مبادئ وأخلاق، وفوق ده كله حب. وما نقدرش أبدا ننسى الحب والتفاهم بين الزوجين. الحقيقة النهاردة فكرت ان بعد ما شفنا امبارح الخيانة الزوجية وعدم الرغبة في الاستمرار ولكن برضو البقاء، حقيقة معادلة صعبة جدا. ويمكن في الغرب نسبة الخيانة قليلة، لأن يعني المفروض على فكرة الطلاق يبقى أصعب عندهم، لأن هناك لما الطلاق بيحصل الزوجة بتاخد ساعات ثروة الزوج وقوانين كتير كده، ولكن بيروحوا يصارحوا بعض يقولوا احنا ما بقيناش بنحب بعض، او الست بتروح تقول للراجل انا اسفه انا ما بقتش احبك، او يعني 3/4 الوقت. طبعا ما فيش حاجه للتعميم او في المطلق. ففكرت النهارده رساله كده للازواج والزوجات في ظاهره جديده يمكن ما فيش اي حد من البرامج تطرق ليها، فكرت ان احنا نتكلم فيها. كتير قوي تسمع دلوقتي يقول لك ايه يا عم، عايز ترتاح بعد ما اتجوزت مره واتنين مصريات وبتاع؟ لا لا، عليك بروسيه، واحده من روسيا كده تيجي تبسطك ومش عارفه ايه، او واحده من اوكرانيا. ففكرت قلت